أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. وفي الرسالة ذاتها والتي تتزامن مع تخليد الذكرى 25 لعيد العرش، على دأب الكبار إذن فرنسا تلتحق بالركب، تلتحق بالكبار، أمريكا ومعظم دول العالم، أوروبا بالخصوص، إسبانيا، ألمانيا، هولندا. أما كبيرتهم بريطانيا فالشهر القادم موعدنا شهر سبتمبر. الأدهى والأمر أن حليمة وكدأبها عادت لعادتها القديمة، سحبت السفير وتعددت انسحاباتها أمام الخارطة طبعا، واليوم تسحب سفيرها، لكن وكما فعلت عندما خضعت إسبانيا لن تستطيع الانتظار كثيرا لتعود لبيت الطاعة. أما الأدهى والأمر ففي خضم الصياح والبكاء شرقا، المغرب كان ينهي ترسيم الحدود مع إسبانيا ويضيف أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع إلى حدوده البحرية. سقطت إذن آخر أوراق التوت في قضية الصحراء المغربية، لكن الورقة الأخيرة هاته ليست ككل الأوراق، فخريطة الصحراء المغربية لدى فرنسا ليست كما يعرفها العالم، إنما الوثائق لديها شأن آخر. لذلك يجدد عليك انتظار فتح الوثائق